طيب، دلوقتي إحنا فهمنا إن العصبية دي رسالة. نرجع بقى للسؤال المهم، نعمل إيه؟ وقت ما الإشارة دي بتظهر، أتعامل إزاي؟ أول وأقوى أداة هنتعلمها دلوقتي اسمها الوقفة الواعية، ودي الخطوة الأولى اللي هتساعدك تسيطري على الموقف قبل ما هو اللي يسيطر عليكي. يعني أول ما تحسي إن في شرارة عصبية جاية، زي مثلاً شد في عضلاتك، ضربات قلبك بتزيد، أو حتى إحساس كده داخلي بيقولك أنا خلاص فاض بيا، خدي نفس عميق كده ويلا نجرب سوا دلوقتي. اللحظة دي وقفي كل حاجة بتعمليها، حتى لو دقيقة واحدة بس. وقفي، يعني قولي لنفسك ستوب، ما تتحركيش، ما تتكلميش، ما تفكريش حتى في اللي معصبك دلوقتي. 2. تتنفسي، حطي إيدك على قلبك وخدي 5 أنفاس عميقة وبطيئة من بطنك. شهيق من مناخيرك وعدي لحد 4، احبسي النفس وعدي لحد 2، وزفير طويل من بقك وعدي لحد 6. صدقيني، اللحظة الصغيرة دي ممكن تغير اليوم كله. 3. لاحظي، ركزي في جسمك، حاسة بإيه؟ هل في شد في رقبتك؟ في حرارة في وشك؟ في تنميل؟ بس لاحظي من غير ما تحكمي على نفسك، خليكي بس شايفة ومدركة. 4. اسألي نفسك سؤال واحد بسيط، إيه الرسالة اللي العصبية بتحاول توصلها لي دلوقتي؟ هل أنا مرهقة؟ هل خايفة؟ هل في حاجة مضايقاني؟ الوقفة البسيطة دي بتهدي جهازك العصبي، بتبعتيله رسالة بتقوليله فيها إحنا مش في خطر، إحنا في أمان، وإحنا لسه ماسكين زمام الأمور. بس 5 أنفاس مش هياخدوا منك دقيقة، بس ممكن ينقذوا يومك، علاقتك، أو حتى صحتك النفسية.